أهلا فيكم مرة ثانية وفيديو جديد. هذا الفيديو سيكون عن مسلسل عشق ودموع موعد عرض الحلقة الأولى وملخص أحداث هذه الحلقة. في أولى حلقات مسلسل حب ودموع أو عشق ودموع، اللي هو طبعا مسلسل تركي جديد رسميا سيعرض على قناة اي تي في لباريش أردوتش وهاندا إيرتشل مع نخبة جميلة من النجوم الأتراك. هذا المسلسل مقتبس من مسلسل كوري بعنوان Queen of Tears أو ملكة الدموع. على العموم في هذا المسلسل وفي أولى الحلقات سنتعرف على شخصيتي مايرا وسليم. مايرا هي ابنة واحدة من أقوى العائلات في البلاد، وسليم هو محامي ناجح ذو ماضي متواضع ومن عائلة نوعا ما تعتبر فقيرة، خصوصا مقارنة مع عائلة مايرا. زواج مايرا من سليم يبدو من الخارج لوحة تستحق الإعجاب بعد 3 سنوات من الارتباط، لكن خلف هذا البريق تتراكم مشاعر لم تشارك وخيبات أمل لم يتحدث عنها ومواجهات تم تأجيلها لوقت طويل. ومع مرور الأيام ينمو الصمت ليحول شخصين كانا ينظران لبعضهما يوما ما بالحب والتفاني والأمل إلى غريبين تحت سقف واحد. بينما تصبح الشقوق في علاقة مايرا وسليم أوضح من أن تخفى، فإن الانفصال العاطفي بينهما وضغوط العائلة يزيدان الهوة اتساعا. مايرا تختار إغماض عينيها عن هذه المشاكل، في حين أن سليم يشعر أنه لم يعد قادر على الاحتمال ويبحث عن حل ومخرج حتى لو كان الثمن حرق كل الجسور. غير أن خبرا مفاجئا سيصل في هذه اللحظة الحرجة ليقلب حياتهما رأسا على عقب ويخل بتوازن علاقتهما. القدر سيجبرهما ليس فقط على البقاء معا، بل على مواجهة ماضيهما وذواتهما بصدق. طبعا كنت قد شاركت معكم في السابق أني بدأت مشاهدة النسخة الأصلية من المسلسل اللي هو Queen of Tears، لأنه متوفر على نتفليكس لو حابين تشوفوا. طبعا فيعني سأشارك معكم بعض التفاصيل أكثر لأن الملخص غير واضح. على العموم بالنسبة لي سليم ومايرا كما قلت هي من عائلة غنية جدا، ابنة أحد أغنى العائلات في يعني هنا في تركيا، وهي متزوجة به وأظن أنه يعمل محامي لديهم في الشركة، محامي قوي جدا وذكي جدا لدرجة أن والدها كان يثق فيه يعني ثقة كبيرة، ولأنه صهره فيعني وضع عليه ثقة وآمال كبيرة. ففكرة أن سليم سيفكر في الطلاق والانفصال لن يكون فقط صعب أن ينفصل من مايرا، ولكن سينفصل عن العائلة، وهذا شيء يعتبر تقريبا مستحيل لأن والد مايرا أكيد لن يقبل بذلك، لأن مرة أخرى ليس فقط لأن مايرا ابنته، ولكن يعني تقريبا كل الأسرار والأعمال المعقدة في الشركة تعتمد على المحامي سليم. بالنسبة لي يعني سليم كما قلت سيفكر وسيخطط ويتشجع أنه سيضحي بكل شيء ويقرر أن يقوم بطلب الطلاق من مايرا في نفس اللحظة التي تكتشف فيها مايرا أنها مريضة بمرض نادر، وأظن يمكن لديها 3 سنوات فقط لتبقى عايشة يعني، وستموت بعد ذلك لأن المرض انتشر في جسمها وأصبحت يعني في حالة صعبة، يعني ملهاش علاج نهائيا. فحينما سيعلم سليم بالأمر يعني سيطمع أكثر، لأنه توقعت عندما سمعت القصة توقعت أنه لأنه يعني سيسترجع أحاسيس ومشاعر الحب تجاه مايرا وسيقرر أن يتراجع عن الطلاق، ولكن هذا لم يحدث، بالعكس فهو ساعد أكثر، لأن أحسن شيء من أن يكون مطلق من مايرا هو أن يكون أرمل مايرا، لأنها إذا ماتت هذا يعني أنه سيرث الكثير من المال، وبالتالي لن يكون عليه أن يضحي بأشياء كثيرة. سينفصل ولكن في نفس الوقت سيكسب الكثير من المال، وبالتالي سنرى يعني شخصية سليم الطماع أكثر ما سنرى سليم الرومانسي. وأثناء تقاربهما هذا هو الذي سيعيد الأحاسيس والمشاعر، وسنتعرف أكثر على بداية علاقتهما، يعني كيف تعرفا أصلا. يعني سيكون هناك الكثير من الفلاش باكس في المسلسل. عموما أتمنى أن يكونش في حرق، ولكن أتوقع مرة أخرى أن نشوف بعض الصور. واضح أنه أغلب الأحداث اللي شفناها في أولى حلقات المسلسل الأصلي
أكيد ستكون في الحلقة الأولى من المسلسل من عشق ودموع. بالنسبة لموعد عرض الحلقة الأولى في قناة ATV رسميًا تعلن أن العرض طبعًا سيكون خلال هذا الأسبوع، وتحديدًا يوم الجمعة المقبلة. طبعًا لنا موعد مع الحلقة الأولى من مسلسل عشق ودموع. المسلسل طبعًا سيكون منافس لمسلسلين في الوقت الحالي، وهما طبعًا مسلسل الزقة الخفية على قناة قناة دي، ومسلسل شراب التوت البري على قناة شو تي في. باختصار شديد كانت هذه قصة وملخص أحداث أولى حلقات مسلسل عشق دموع مع موعد العرض. شاركونا رأيكم بالقصة وبالتفاصيل اللي شاركتها معكم، وطبعا رأيكم بالمسلسلات المنافسة للمسلسل. هل تظنون أنه سيحصل على ريتنج جيد أم لا، خصوصا أنه سيعرض على قناة ATV، قناة اللي يعني مؤخرا مسلسلاتها كلها كانت نوعا ما ضعيفة في الفترة الأخيرة. شاركوني آراءكم توقعاتكم تحت في تعليق كالعادة، خلوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديدنا. أشكركم على المشاهدة وأشوفكم فيديو جديد. إلى اللقاء.